أحبابي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبتدي نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده هنعمل بقى تجهيزات رمضان، وهنعمل معانا الكفتة، وهنكون معانا نص كفتة، وهنكون معانا ربع دهن كده نحطها عليها، وهنكون بشرنا بصلاية والفلفل، أو بس شايلين مية البصل من البصلاية. هيكون هاخد التفل وهنحطه ايه على اللحمة معانا اهو. حطينا البصل اهو على اللحمه، وبعد كده هنحط بقى معانا التوابل بتاعتنا. هناخد بقى معانا معلقه كبيره كده بهارات الشوي اهي، هنحطها. هناخد برضه معانا يعني معلقه ونص كده عشان تدينا طعم. هنحط بقى معانا فلفل اسود، هنحط معانا الفلفل الاسود اهو، وهنحط معانا معلقه صغيره كمون، ونص معلقه كزبره، ورشه جوز الطيب، ومعلقه صغيره هنا بابريكا. هتبقى معانا الملح اهو. وبعد كده بقى ايه، هندعك كل التوابل ديت باللحمه. وهيكون معانا بقى حزمه بقدونس، هغسلها بقى ونقطعها او احطها عليها. وبعد كده بقى ايه، هنصبحها. على فكره ده كان بقى سهل ايه عليكي، ان في رمضان تطلعي الطبق وتعمليه على طول، يبقى الحاجه جاهزه عندك في الفريزر. معلش انا نسيت، هنحط معلقه من البيكنج باودر، وهنحط معلقتين دقيق. هنحط معلقتين دقيق معانا، وحطيت هنا اهوت البيكنج باودر عشان ايه تمسك معانا. نكون هنا بقى صبعناها، وهنجيب صينية نحط فيها بصل وفلفل وطماطم، وهنحط بقى الكفتة كده ومعاها معلقتين سمنة، وهندخلها على الفرن، وهتخرج معانا بقى بالشاشة. اعملوها بقى بنفس الطريقة وقولولي ايه طعمها. الفيديو ده كنت المفروض انزله في رمضان، فكان عندي بقى قلت انزله. يا رب بقى يكون عجبكم.